بيضايقني بكلامه، ما بيلاحظش قد ايه انا ممكن اتجرح. المعوقات اللي وقفتني في حياتي، الكلام ده بيوجع. مش كل حاجه بتفرج عليها بتعجبني. ممكن يتوجع من كلمه هي ما اختارتش ان هي ما تتجوزش لغايه دلوقتي، قلت لها اكسفيها، معلش كنت بهزر معاك. في حد ممكن يسمعني؟ التنمر، او زمان كنا بنسميها التريقه، او بنعيب على الناس. جات لي رساله من ضمن الرسائل اللي اتبعتت لنا في البرنامج، بتقول: ممكن تفيديني ازاي اقدر اتخطى حد بيضايقني بكلامه؟ بيقولي دايما كلام بيزعل، ما بيلاحظش قد ايه انا ممكن اتجرح، وهو مكمل حياته عادي تحت مسمى ان احنا قريبين وان انا مش ممكن ازعل. المسج استفزتني قوي لدرجة ان انا افتكرت حاجات كتيرة قوي ممكن تكون كانت من ضمن المعوقات اللي وقفتني في حياتي. ان انا طول الوقت بستنى او رأي الناس بيفرق معايا. قد ايه البنت دي حسيت في طريقة كلامها ان هي موجوعة، حاسة ان هي ضعيفة مش قادرة ترد. قالت لي: هو انا ممكن ارد عليها ازاي؟ قلت لها اكسفيها. قالت لي: انا مش هقدر. قلت لها: ليه مش هتقدري؟ هي قدرت تكسفك. قالت لي: لا، ما هو اصلا انا مش متعودة اعمل كده. في اللحظة دي فكرت في حاجات كتيرة قوي ممكن تكون بتعدي علينا واحنا حاسين ان هي صغيرة. ان احنا ممكن نبص كده مثلا في قعدة عائلية، تلاقي واحدة قالت للتانية: ايه ده، انتي تخنتي قوي. ايه ده، هو انتي شكلك بقى عامل كده ليه؟ لا بس تمام تمام. وهي حاسة ان هي بتقول كلمة عادية: ايه ده، انتي لسه ما خلفتيش لغاية دلوقتي. يا جماعة خلي بالكم من كلامكم قوي، الكلام ده بيوجع وبيكسر. وغير ان هو بيوجع ويكسر، في ناس كتيرة قوي قادرة تتقبل الكلام ده ان هي عادي، يعني ممكن تاخده. في ناس ممكن ترد، في ناس ممكن يصعب عليها نفسها، في ناس ممكن تحس بالعجز، في ناس ممكن تتكسر بكلمة صغيرة انتوا ممكن تقولوها في لحظة تريقة عادي جدا. تعالوا بقى نتفرج على الناس اللي بتقول الكلام ده، هي شكلها ايه؟ الناس دي اصلا مش سوية، لان اي حد بيبص في نقط ضعف الناس ويحاول يكبرها قوي في عيون اللي حواليه، هو بيبقى من جواه اصلا مكسور وضعيف، بس بيحاول يحس نفسه قوي لما بيقعد يدوس على وجع اللي حواليه، يحس نفسه ان هو قادر يعمل حاجة، هو اصلا ممكن يكون ما يعرفش يعمل حاجة. طيب، من ضمن الكومنتات اللي جاتلي واللي بتيجي لأي حد ايا كان المحتوى اللي بيقدمه، 3/4 الناس لما بتخش تكتب كومنت: انا مش متخيلة ازاي انت قادر تتعب نفسك وتخش تكتب كومنت سلبي. يعني انا اوقات كتيرة بقعد اتفرج، مش كل حاجة بتفرج عليها بتعجبني، بس بقى في ثقافة ان انا داخلة لو حاجة ما عجبتنيش انا خلاص مش برجع اتفرج عليها تاني. ببقى مقدرة قوي الشخص اللي قاعد قال كلمة فانا ما حبيتهاش، مقدرة قد ايه كلمتي ممكن تضايقه لو انا دخلت كتبت له حاجة ما عجبتوش، مقدرة قد ايه ممكن يتوجع من كلمة، مقدرة قد ايه كام واحدة بتتوجع كل يوم لمجرد ان هي قاعدة في وسط مجتمع مش فاهم هو ازاي يتعامل مع البشر، مقدرة قد ايه كام واحدة اتعرضت لحالة نفسية عشان شكلها. هي ما خلقتش نفسها، هي ما اختارتش يكون شكلها كده، هي ما اختارتش ان هي ما تتجوزش لغاية دلوقتي، هو ما اختارش ان هو مش لاقي يشتغل لغاية دلوقتي. فياريت كل واحد فيكو يبص لنفسه ويبص لعيوبه قبل ما يتكلم على عيوب اللي قدامه، ويحس قد ايه ويفكر 1000 مرة قبل ما ينطق كلمة هو مش هيتعاقب عليها من ربنا بس، هو هيفضل يتعاقب عليها من الناس اللي حواليه، لان هم بيشوفوه صغير قوي. ما يفتكرش نفسه لما بيقعد يتريق على حد او بنقعد نتنمر على حد ان احنا كده واو، ان احنا كده ما بنغلطش واحنا تمام وعدت وبنهزر ونقوله معلش معلش كنت بهزر معاك. الموضوع أكبر من كده بكتير. التنمر ممكن يوصل لأذى نفسي وأذى جسدي. يعني في ناس كتيرة قوي حالات انتحار لما بنسمعها بنقول هو ليه، هو سهل قوي الانتحار قوي كده.
لما الإنسان بيفقد الثقة في نفسه من أقرب الناس ليه. والتنمر مش شرط يجينا من الناس اللي بعيدة عن الدايرة بتاعتنا، لأ، ده ممكن يجينا من أب، يجينا من أم، من أخ. كل الحاجات دي بتفرق معانا وبتأثر على نفسيتنا لدرجة إن إحنا ممكن نوصل لمرحلة إن إحنا مش عايزين نكمل. إحنا صغيرين قوي، شايفين نفسنا في عيوننا صغيرين قوي، فمش قادرين. فأكيد التنمر ده ممكن يوصل بينا للانتحار، ويوصل بينا ان احنا نكره نفسنا ونكره الناس اللي حوالينا. لو انت لسه بتتنمر وشايف ان الموضوع عادي ومش بيأثر على الشخص اللي قدامك، تعرف ان انت فيك حاجة غلط، ان انت محتاج تراجع نفسك وتراجع تربيتك وتراجع ثقافتك عن المعاملة مع الناس. لان الدين معاملة، انت اول حاجة فيها بتتحاسب عليها هي ان انت قادر تكسر بخاطر حد ولا لأ، قادر الناس تحبك عشان لسانك حلو زي ما بيقولوا، انت قادر تتكلم مع الناس وتطبطب عليهم ودايما حتى لو شايف عيوبهم بتعمل نفسك مش شايفها. هو ده الصح، مش ان انا اشوف العيب حتى لو قدامي الشخص ده فيه عيوب كتير، انا لازم اغمض عيني عن كل العيوب دي واتعامل معاه ان هو بني ادم عنده مشاعر وعنده احاسيس. في حاجة يعني انا دايما شايفاها صح، ان من ضمن المعاملات الصح ان احنا لازم نتعامل بيها، اللي الدين حسنا عليها، ان احنا حتى مهما بلغنا في العلم او في التدين، احنا بنبقى فاهمين كويس قوي ان لساننا هو اكتر حاجة ممكن تأذي اللي قدامنا. بنبقى بنحسس على الكلام قبل ما نقوله. يعني من ضمن الكومنتات مثلا اللي بتجيلي، هو انتي ازاي لابسة كده وطالعة بتتكلمي عن الدين؟ هو انا المفروض ابقى لابسة ازاي؟ او لبس الدين شكله ايه عشان اطلع اتكلم بيه؟ لو انت حاطط الدين في اطار الشكل واللبس والكلام، فتبقى انت لا ما تعرفش حاجة عن الدين. اوقات كتيرة ناس بتوصل لمرحلة من التدين عالية جدا وما يفهموش يعني ايه ما يجهروش بعيوب الناس قدام بعض. فلو انت شايف ان التدين كده، فراجع نفسك كويس قوي واقرا في اصول دينك، هتلاقي ان انت كل ما معلوماتك زادت وكل ما ثقافتك زادت عن دينك، هي بتقولك لازم تتعامل مع الناس بشكل أرحم، ولازم يعني بشروا ولا تنفروا. ولازم تبقى فاهم كويس قوي ان انت بقيت مراية لدينك. الناس كل ما تبقى انت متدين ومثقف، لازم تحاسب كويس قوي على أفعالك، لأن انت بقيت مصدر لناس كتيرة قوي عن شكل التدين. فما ينفعش تطلع تقولي أصل حجابك مش مناسب، أصل انتي شكلك مش مناسب. حاول، احنا بنجتهد، كلنا بنجتهد، كلنا عندنا عيوب. لازم طول الوقت تقفل ودانك على الناس اللي حواليك وتشتغل على نفسك. محدش هيشكر فيك، ولو اللي شكر فيك 2 في 10 مش هيشكروا فيك. لازم طول الوقت تشوف نفسك بعين نفسك انت، مش بعين اللي حواليك. لازم طول الوقت تشتغل لربنا بس، تشوف اللي ربنا قال لنا عليه نعمله بس، ملناش دعوة بالبشر، ملناش دعوة بالناس اللي حوالينا، ملناش دعوة بأي حد ممكن يشوف فينا عيوب احنا ما شوفناهاش في نفسنا، بس انه مجرد ان هو احساسه ان لما يطلع فينا العيب فهو رضي عن نفسه. ملكش دعوة. مقياسك لشخصك ولحياتك ولتدينك بيجي من عندك انت، مش من اللي حواليك. مش محجبة، ان شاء الله ربنا يعني يهديكي وتلبسي الحجاب. مش بتصلي وتقطع، ان شاء الله هتكمل. بتقول كلام مؤذي، عود نفسك ان انت مش هتقول الكلام ده تاني. اتعلم، كلنا قاعدين بنتعلم، مش كلنا قاعدين بنرصد اخطاء بعض. واللي بيرصد اخطاء الناس ويقعد طول الوقت شايف عيوب الناس، هو اول واحد مش شايف عيوبه. فعلى قد ما التنمر بقت كلمة ترند قوي في المدارس، وبقينا فرحانين المدارس قد ايه بتعلم ولادنا وازاي ما حدش يتنمر على التاني. احنا طول عمرنا فاهمين ان احنا ما ينفعش نتريق على حد، ما ينفعش نبص على عيوب حد. ما تلاقيش واحدة ما خلفتش تقولي لها في وشها انت ليه ما خلفتيش لغاية دلوقتي، مالكيش دعوة، خليك في نفسك. ما تلاقيش واحدة ما اتجوزتش لغاية دلوقتي تقول لها ايه ده انت ما اتجوزتيش لغاية دلوقتي ليه، برضو مالكش دعوة، خليك في نفسك. ما تقعدوش تتغذوا على وجع الناس وعلى نواقص الناس عشان تحسوا ان انتوا كبار. لا لا لا، بصوا على نفسكم، عشان لو انتوا بتتغذوا على نواقص الناس وحاسين ان دي في متعة بالنسبة لكم لما بتقعدوا تبصوا على الناس وتسلطوا الضوء على عيوبهم، فانتوا عندكم مشكلة ومحتاجين تتعالجوا منها فورا. ولو حسيت ان انت في مرة قلت كلمة ضايقت حد
بدون قصد، ارجع قوله انا اسف. على فكرة مش عيب ان احنا نعتذر، مش عيب ان احنا لما نغلط نقول معلش احنا غلطانين، انا اسف ما كانش قصدي اجرحك، مش عيب. ده مش بيقلل من شخصيتك، بالعكس الناس بتحترمك اكتر وانت بتحترم نفسك اكتر. لان انت لو نمت بالليل وانت حاسس ان انت ظالم حد، ده وجعه اكبر بكتير من اللي انت ظلمته. يا ريت ما نتنمرش على بعض، وزي ما بنبقى فرحانين ان احنا بنعلم ولادنا بلاش نتنمر، احنا اول ناس بنتنمر على بعض في البيت. يا ريت اي حاجة محتاجين نعلمها لولادنا نعملها احنا الاول، عشان ولادنا من غير ما نديها لهم هم هيورثوها مننا.